معكم اخوكم حسن محمد حسن الحيدر، عسكري في الحد الجنوبي، مرابط من المرابطين. انا صارت لي ظروف وما قصروا معي العمل، فكوني واعطوني على ظروفي. انا معي امي مريضه بالسرطان منومه في المستشفى العسكري. جيت هنا حاولت اني انا انقلها من المستشفى العسكري، لان المستشفى العسكري قالوا لي امك حالتها ميؤوس منها، ما لها اي علاج عندنا ولا تجلس هنا الا تنتظر الموت. حاولت رحت ما بقيت ديره عشان امي تتعالج. هذا تقرير لها اعطاني المستشفى العسكري اللي في الرياض، لاني جيت بطلب تحويل من المستشفى العسكري في تبوك الى المستشفى العسكري اللي في الرياض. يوم دخلت عندهم اقسم بالله العظيم كأن امي مجرمه، كأن امي مجرمه. استقبالها لهم كان يعني شيء مزري، شيء متعب. دكتور سوداني يقول لها اطلعي برا، انت مالك مكان عندنا، مالك علاج، مالك كرسي، ما عندنا كرسي فاضي. رحت قدمت على إمارة الرياض ووافقوا على تحويلها من المستشفى العسكري، يعني عن طريق الأمير محمد بن سلمان. وعندي الرسائل من المستشفى العسكري اللي في تبوك إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد موافقة وزير الدفاع محمد بن سلمان الله يحفظه. يوم جينا نبغى نحولها، خلاص إنه وافقوا على التحويل. قالوا لي اثبت انها امك. انا معي شهادة ميلاد على انها امي. انا ابوي طلقها قبل 38 سنة. امي هذه هي اللي مربتني، هي اللي ربتني، كيف اتركها؟ هي اللي ربتني، كيف اتركها؟ عندي منها شهادة ميلاد انها امي، لكن يقولون لا ما نعترف شهادة الميلاد، نبغاك تثبت انها امك. انا ابوي ما اثبتها في الاحوال. هي سعودية عندها بطاقة، وعندي انا منها شهادة ميلاد، يقولون لا هذه ما هي امك. الى متى يا ناس؟ حرام. انا حسابي موقف في البنك، معي بزورتي جالس في الشارع، عملي مرخص لي بسبب ظروفي. هذا اقسم بالله العظيم حتى حليب ما